والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين، رب يحفظكم يسعدكم دنيا وآخرة، قولوا آمين. أدري يا حبايب قلبي إني أنا قاطع في الفترة الأخيرة في رمضان، لكن صدقوني بعد العيد حتشوفوا فلوقات إن شاء الله يوميا بإذن الله. طيب يا عدنان، إيش فكرة فلوق اليوم؟ اليوم يا حبايب قلبي راح أوريكم تجربة اللي سويتها في المدينة المنورة، تجربة الفطور في المسجد النبوي. راح تشوفون أغرب فطور في العالم اليوم. بصراحة حرفيا أغرب فطور في العالم. عاد انتوا يا حبايب قلبي عارفين رمضان في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة غير. حرفيا رمضان هناك في المدينة وفي مكة تحديدا يا أخي تحس بروحانية وتحس بأجواء إيمانية وأجواء رمضان من جد. والله العظيم أقول لكم إياه عن تجربة. الشوارع، الحواري، المحلات، البوفيهات، الأماكن، المساجد، في كل مكان أجواء رمضانية. فيلا بخليكم مع المقطع وشوف الأجواء الرمضانية وشوفوا أجواء المدينة المنورة وخصوصا في المسجد النبوي. طبعا يا حبايب قلبي اليوم أنا متواجد في المدينة المنورة ورايح بالتحديد أفطر في الحرم، فراح نجرب إن شاء الله اليوم فطور في الحرم. درجة الحرارة في المدينة اليوم 33. كويس يا جماعة الخير انه لحقنا على الفطور، ما شاء الله تبارك الله، والله زحمة. على فكرة يا حبايب قلبي فطور الحرم فطور خفيف لطيف، يعني 3 4 5 مكونات بالكثير، وفي ناس ما شاء الله متطوعين يجيبون اغراض وماكولات واشياء سمبوسة ولقيمات وشوربة واشياء من بيتهم ويوزعونها في سفرة الحرم للصائمين. وللأمانة ما شاء الله تبارك الله حتشوفوا في رمضان خصوصا في المسجد النبوي في الحرم متطوعين مرة كثيرين. حتشوف متطوعين صغار اطفال يعني اعمارهم ب10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة، 20 سنة، وشباب وكبار سن، حرفيا كل الفئات. للأمانة يا جماعة الخير الأجواء هذه حرفيا كذا تحس انك تعيش الأجواء الرمضانية مع الناس ومع الصغار والكبار وكبار السن، ومنها تكسب الأجر. طبعا هذا هو وجبة افطار صايم. نشوف ايش اللي في داخل الكيس يا جماعة الخير. طبعا يا جماعة الفطور مكون من زبادي زي ما انتم شايفين وتمر وموية، واهم شيء الدقة. شوف الدقة يا جماعة الخير، تسوي خلط، تحط الدقة مع الزبادي. السلام عليك تعالوا أقول لكم حاجة، والله العظيم أحلى شيء يا جماعة الخير إنه في سفرة الحرم حتلاقوا جميع جنسيات العالم، الأبيض، الأسود، الأسمر، الطويل، القصير، السمين، حرفيا كل الناس من كل مختلف أنحاء العالم وبلدان العالم يجون يفطرون على سفرة واحدة. يعني شيء ما أقدر أوصف لكم بالكلام. أنا أدري إنكم شفتوا الفيديو، بس لما تشوف الفيديو عادي تحس إنه أوكي عادي، بس حرفيا لما تروح الحرم وتعيش الأجواء وتفطر كلام ثاني. وبين مدة الأذان والإقامة حول 10 دقائق. تخيلوا خلال 10 دقائق الصايمين يفطرون وبعدها يجمعون السفر يحطونه في الزبالة وانتم بكرامة. كل هذا خلال 10 دقائق، يعني سريع على طول يقيمون ويصلون. سبحان الله. طيبة تعرج إن بين قبابها الحين بنشرب زمزم الحرم يا جماعة الخير. طلع البدر علينا من ثنيات. اللهم لك الحمد يا حبايب قلبي، فطرنا وخلصنا وصلينا المغرب وجالسين داخل الحرم نستنى اذان العشاء ونصلي العشاء باذن الله. طيب يا حبايب قلبي اكتبوا لي في الكومنتات اللي جرب راح المدينة او راح مكة وجرب يعيش اجواء رمضانية في الحرم في المسجد النبوي او في المسجد الحرام. خلونا نشوف وش شعوركم، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. والحين نقرا تعليقاتكم وكومنتاتكم في المقاطع السابقة. ابو عبد الله المطيري يقول كم شهر وانت قاعد في الامارات؟ طبعا يا حبايب قلبي هذا الشهر الثالث لنا في الامارات، وما ادري صراحة الى متى جالس، لكن باذن الله في خبر حلو قريب لكم ان شاء الله راح اقول لكم في الفلوقات الجاية. هولستن يقول نصيحة لا تنسى تكتب مبلغ الفاتورة على الفيديو. أول شيء شكرا على النصيحة، والشيء الثاني أنا في كل الفيديوهات لما أجرب أشياء جديدة أو نروح ناكل مثلا في مطعم معين أحاول قدر الإمكان إني أقول السعر، لكن بإذن الله من الفترة الجاية راح أحاول أركز أكثر وأقول لكم أسعار كل شيء أجربه، وبقول لكم كمان أسعار المواصلات والأشياء هذه كلها بالتفصيل. بصراحة شكرا على النصيحة يا الذيب. أبو القاسم يقول إن شاء الله توصل 1,000,000 مشترك قبل العيد يا رب. أبو القاسم الله يسمع منك يا حبيب قلبي.
قلبي. ما تدرون يا جماعة الخير، يمكن معجزة نوصل مليون متابع في عيد الفطر. لا بإذن الله راح نوصل مليون متابع دام أصحاب عدنان معانا. ودائما أقول لكم إحنا راح نكبر مع بعض وإحنا عائلة واحدة وأصحاب. رينكس JK89 يقول استمر إن شاء الله تصير من أعلى اليوتيوبر وإحنا معاك، بس ممكن تطول الفيديو شوي. يا حبيب قلبي أنت بإذن الله مستمرين، وإن شاء الله الفترة الجاية بعد العيد زي ما قلت لكم راح أطول الفيديوهات، وإن شاء الله راح نصور أفكار جديدة. ماث يقول تكفى يا عدنان تعال عيد معانا في السعودية. أول شيء الله يسعدك يا ماث، وإن شاء الله بإذن الله راح نعيد مع بعض في الأيام الجاية أو في السنة الجاية بإذن الله. لكن زي ما قلت لكم في أخبار حلوة إن شاء الله راح تعرفونها قريب في الفلوقات الجاية. وبصراحة شكرا لكل الأشخاص اللي يكتبوا لي تعليقات في سناب شات، في انستغرام، في تويتر، في اليوتيوب، في أي مكان. الله يسعدكم كلكم، وللأمانة انتقاداتكم صراحة يحفزني أكثر، ومع الأيام صدقوني راح نتطور كلنا مع بعض. وبكذا يكون وصلنا نهاية الفلوق. أتمنى الفلوق ينال على إعجابكم، وأهم شيء يا حبايب قلبي انشروا القناة في كل مكان، انشروا لأصحابك، لربعك، لأهلك، لإخوانك، لكل مكان. خلونا نكبر مع بعض يا شباب. وسؤال اليوم يقول شريتوا ملابس العيد ولا باقي؟ اكتبوا لي تحت كومنتاتكم في التعليقات، راح أقرأ وارد عليكم. وخليك مبتسم دايم ومبسوط، ولا تخلي أي شيء يضايقك أبدا. والسلام عليكم.